الفكره كلها ان انا بقول لك ليه انا حاسس ان ده توفيق ربنا، وكان هو كل حاجه بتكون توفيق ربنا قبل كل شيء، ولكن ليه انا دايما بكون حاسس ان الموضوع ده بيكون توفيق ربنا او في الكيس دي بالذات. لان انا هنا ما كانش عندي اي ريسورسز ابدا بيها مع الكلاينت، ما فيش اي ريسورس اقدر اجيب منه ترافيك. انا عندي الكلاينت ده الريسورس الوحيد ليه هو الكولد اودينس، ان هو يطلع يببلش للناس في الجروبس في الحاجات دي كلها. فلاجل الصدفه لقينا نوع من انواع الجروبس اللي احنا بنبدا ان احنا نتكلم عليها جوه السيستم عندنا في الممبرز اريا، ان ده بيكون كل العملاء اللي في الجروب ده بتكون هي بايرز ومستعده ان هي تشتري منك لو لقيت ميكانيزم مختلف عندك شويه. فبدانا احنا نشتغل بالطريقه دي، وهو بوست واحد نزلناه في الجروب ده وجالنا منه حوالي 30 او 35 ليد بالظبط، قفلنا منهم حوالي من 6 ل 10، مش فاكر الرقم بصراحه بالظبط، بس هي تقريبا كانت في الرينج ده. اوكي، فعلشان كده عايز اقول لك ان انت تسويفك ده هينتج عنه برضو ان ده ممكن ياثر في حياتك الشخصيه. احنا ليه بنبني بيزنس اصلا يا جماعه؟ بنبني بيزنس عشان نحسن حياتنا الماديه، نقدر ان احنا نروح لمستوى اجتماعي اعلى. فتخيل ان انت استغنيت عن الوظيفه او استغنيت انك تكون موظف